أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وفاة الفنان القدير أشرف عبد الغفور عن عمر ينهز 81 عاما في حادث سير. ونجت زوجة الفنان أشرف عبد الغفور والدة ريهام عبد الغفور من الموت في الحادث الذي تعرض له اليوم. ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير أشرف عبد الغفور. وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. كان أشرف عبد الغفور قيمة فنية كبيرة، ورحلته الفنية تحمل 300 عمل فني تقريبا، ويمتلك ما يقرب من 100 عمل ديني وتاريخي، ومنها أدواره في مسلسلي محمد رسول الله والإمام مالك، وتجسيده لشخصية سعيد بن جبير في مسلسل عظماء في التاريخ، وشخصية الخليفة العباسي موسى الهادي في مسلسل هارون الرشيد، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام في مسلسل أئمة الهدي، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت الليالي المحمدية وحلقات برنامج أسماء الله الحسنى، فضلا عن الأداء الصوتي الذي قدمه أشرف عبد الغفور لعدد من الكتب ضمن سلسلة الكتاب المسموع.